تواصل مسؤول الزمالك بقيادة عمرو الجناني مع احمد عبد القادر لاعب الاهلي المعار الى فريق قطر القطري. مسؤول الزمالك قال له سمعت ان في نادي عايز يشتريه. احمد عبد القادر قال له نادي ام صلال القطري يرغب في الحصول على خدمات نهائيا او الاستعاره موسم، والقرار في ايد النادي الاهلي، وعقد باقي فيه سنه مع النادي الاهلي. مسؤول الزمالك قال له طب لو الاهلي باعك؟ احمد عبد القادر قال له كل الخيارات متاحه. عمرو الجناني نقل الكلام لاعضاء مجلس اداره الزمالك وان احمد عبد القادر اقرب لاعب اهلاوي ممكن يجي الزمالك، وصرح احمد عبد القادر انه لم يتواصل احد معاه من النادي الاهلي وحلمه اللعب في كاس العالم، ولكن سبب المشكله ان كولر بيعاند مع احمد عبد القادر، وان هم قعدوا 8 شهور و22 يوم ما بيتكلموش، وده سبب المشكله اللي خلت احمد عبد القادر يروح نادي قطر القطري. يعني لو الاهلي باع احمد عبد القادر بنسبه كبيره هيكون احمد عبد القادر لاعبا في نادي الزمالك. وعلى فكره دي مش اول مشكله تبقى مع اللاعبين ومارسيل كولر، يعني حصلت مشكله مع احمد عبد القادر ورضا سليم طلع قال ان محدش بيقول له يعمل ايه في التدريبات، وحصلت مشكله مع اليو ديانج، وحالا حصلت مشكله مع كهربا، وحصلت مشكله مع مجدي قفشه، فمعظم اللاعبين بيحصل معاهم مشكله مع المدرب كولر. فلازم الاهلي بقياده كابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره يعرفوا ان سبب المشاكل مع اللاعبين هو مارسيل كولر، ولازم يتخذوا قرار سريع. وان شاء الله الاهلي يتخذ قرار بعد مباراه صن داونز اما برحيل كولر او البقاء. ما تنساش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد.